المرشح عن دايرة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات. أولا بنرحب بضيوف هذا اللقاء السيد اللواء أحمد عصام الدين ماضي أبو العزائم رئيس الحملة الشعبية للسيد رئيس الجمهورية، وأيضا نرحب بنقيب الصحفيين بالجيزة ورئيس مجلس إدارة جريدة الحقيقة والأمين العام للحملة الشعبية المرشح لسيد رئيس الجمهورية السيادة الأستاذ سامح كاظم. أهلا وسهلا بحضراتكم في أكتوبر. وبنرحب بالأستاذة هدى حسين إمام أيضا الداعمة للمرأة في الحملة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية. ونبدأ بكلمة الأستاذ الدكتور رجب بدوي صاحب هذا المكان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاني انزل شويه، لا ارفع انت ايدك. بما اني رجل تعليم، وكان الهدف من تقدمي للترشيح خدمة العملية التعليمية والعمل جاهدا على جعل التعليم المشروع القومي القادم لمصر، لأن في إصلاح التعليم هو إصلاح لكل مناحي الحياة، من تربية سليمة وتعليم متميز لأبناء هذا الوطن، والعمل على تخريج طالب متسلح بكل سبل النجاح من ثقافات ومهارات وأنشطة تساعده على إنجاز ما يوكل إليه عند انخراطه بالعمل. وهذا لن يتأتى إلا بالاهتمام بعناصر العملية التعليمية من منهج ومعلم وطالب وأبنية مدرسية تستطيع أن تؤدي برنامج تربوي ناجح مع أنشطة تربوية تفيد الطالب. كما أني من ضمن أولوياتي العناية بالمهمشين من أبناء وطني، وخاصة أهل دائرتي، بإعداد القوانين الجديدة التي تضمن عدالة في التوزيع والخدمات لجميع المواطنين، والتي تشمل تطبيق نظام ضريبي عادل وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المؤسسات بلا استثناء. بما أن الشباب هو عماد الأمة المصرية ومستقبلها، فيجب العناية به خاصة، والشباب المصري مظلوم، ولا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية أولا حتى نشعره بأن هناك فرصة لتحقيق الآمال والأحلام في غد أفضل، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية في فرص العمل والمساكن والتعليم الجيد والانخراط في الحياة بعيدا عن الإرهاب والتطرف والإدمان. وبكل السبل يجب أن نصل بالشباب إلى حب الحياة وحب مصر والانتماء الوطني الذي ننشده جميعا لهؤلاء الشباب. إن تنمية قطاع الزراعة من الأهمية بمكان، والعمل على الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية التي تحتاجها بلادنا ونحن في أمس الحاجة إليها، لكي لا نمد يدنا إلى الخارج بالاستيراد أو بغيره. مساعدة ضحايا التعليم للحكومات السابقة محو أميتهم وتدريبهم والعمل المناسب لينخرطوا بالحياة بكل منافسة. الاهتمام بتعميم مراكز الشباب في الحضر وفي المدن، التواصل الفعال مع طبقات المجتمع لمناقشة ومعرفة آمالهم ومشاكلهم والعمل على حلها مع الجهات التشريعية والتنفيذية. دعم العلاقات المصرية العربية والدولية وإعادة مصر للريادة كما كانت من قبل. تفعيل الدور الفعال، الدور الرقابي للقضاء على الفساد في مصر. وأخيرا أود تحقيق أحلامي وطموحي لدخول البرلمان، لأني أرى البرلمان القادم من أخطر البرلمانات في مصر، ولا بد من أن يكون النائب الذي يختاره الشعب مثقفا وواعيا بحقوقه وواجباته، بحيث يكون قادرا على مراقبة
ومحاسبة الحكومة، وقادرا أيضا على سن التشريعات التي تهدف إلى لخدمة محدود الدخل من البسطاء والفقراء، وإيماني الكامل بأن البرلمان القادم سوف يعيد لمصر هيبتها ويساعد في حل مشكلاتها ويساند ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي باعث نهضة مصر الحديثة. هذا الرئيس المخلص والوطني المخلص الذي سخر حياته من أجل حماية مصر ورفع كفنه على يده، وروحه كانت رخيصة أمام حب مصر. تعلمون جميعا ماذا فعل، لولا أنه وقف بهذه الجرأة والشجاعة ووقفنا معه لكنا كما ليبيا ليست بالبعيد، ولا سوريا ولا اليمن، وليست العراق أيضا بعيدة عما فعل الإرهاب بها. هذا الرجل الذي خلصنا من الخونة والإرهابيين والمأجورين، وبفضل الله ومن بعده كان الرئيس في حماية المصريين. وسأعمل من أجل برلمان يبني ولا لبرلمان يهدم. سنعمل من أجل برلمان يساعد الرئيس ولا يتصادم معه، من أجل مصر ومن أجل شعبها. وسوف أكون جنديا لمصر وأهلها طالما في العمر بقية. لأول مرة تضامنا مع برنامج السيد رئيس الجمهورية سوف أهتم بإنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الشباب للقيادة. سوف نقوم بفتح مدارسنا، وهي كما تعلمون 3 مدارس تبدأ من رياض الأطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي. سوف تكون في خدمة هذا المشروع وتدريب أبنائنا المرحلة الثانوية للقيادة ككوادر شبابية، وسوف يمنح الطلاب، وهذه منحة أقولها لحضراتكم لأبناء الطلاب في المدارس من المرحلة الثانوية، أن الطالب الذي يحصل على درجة النهائية في مادة واحدة أو أكثر سوف يمنح رحلة إلى شرم الشيخ مجانية في نصف السنة، وأسرته بالكامل بنصف تكلفة. وسوف أفكر في دعم الأسرة أيضا مساعدة معها إذا أرادت أن ترافق ابنها. شكرا لكم جميعا والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.